السلام عليكم ورحمة الله. الزلازل ليست غضبة أرضية ولا كارثة طبيعية، وإنما الزلازل آية من آيات الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا من جهة. من جهة أخرى، سيدنا عمر لما وقع الزلزال قال: أيها الناس، ما كان الزلزال أن يقع إلا عند شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده أقسم لو أعيدت لن أساكنكم أبدا. المسألة الثالثة: الفرار واللجوء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء، لا في الكوارث فقط. المسألة الرابعة: نحيي كل من ساهم وتكافل وتعاون مع إخوانه من الفقراء ومن الأغنياء. كل فعالية التي ساهمت لها الشكر الجزيل، وخص التعاون يبقى طيلة السنة ماشي في الكوارث. وأخيرا، علمنا عن مناطق كانت متضررة